الحكاية مع هشام درويش. نحكيو على طفل مزيان اسمه طارق، وفي نهار عيد الشجرة بالضبط اللي نحتفلوا به كل ثاني حد من شهر نوفمبر، بالسهر في هيك النهار خونا طارق قام مخر من النوم على غير العادة. قام يفرك في عينيه داخل بعضه مهمش حزين، شاف من غادي ما لقاش اخواته. بالوقت سأل الأم وقال لها يا أخي ما تقوليش وينهم اخواتي؟ تلفتت له أمه وقالت له قاموا على الصباح يا وليدي مشاو يغطسوا في اللجار. يا أخي ما قالوا لكمش في المدرسة اللي اليوم عند الشجرة؟ يا أخي ما وصاوكمش في المدرسة كل واحد اليوم يلزموا يغرس شجرة؟ يا أخي ما حكاولكمش على أهمية أو فوائد الشجرة؟ سكت طارق مشوار وقال الحقيقة متاع ربي راهم قالولنا ووصاونا وحكاولنا على الشيء اللي كنت تحكي فيه هذا كله، اما انا ما نحبش ما عينيش. قلت له علاش يا وليدي ما تحبش وما عينكش؟ في بالي انت الاول باش تقوم مع اخواتك، حتى ولاد الجيران تاني نشوف فيهم الشباك طايرين بالفرحة وكل واحد داز شجرته اللي باش يغرسها في الجنينة. راهو عيد يا وليدي عيد، ما تحرمش روحك من الفرحة. قال طارق أمي هيك تشوف الطقس بارد وكان جي نحفر التراب ما هو صوابع يجمدوا من البرد وسقايا لم يقلصوا وما عادش نحس بهم جملة. لا 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 سيب عليا. قلت له يا وليدي مش عندك الكابوت اللي بالطربوشة؟ يا أخي نسيتو؟ والكون دويت الصوف والكحول متاعك يدفيلك سبيبعاتك وزيد معاهم صباتك الخشين المبطل من داخل بالصوف ضربة للسرد يا وليدي. سكت طارق مشوار هاي شارد يدور في الدار مش عارف ايش يعمل، لين جات عينيه على تحفة بالله في وسطها تصويرة العائلة في شكل شجرة وقاعد يثبت فيها. وقتها أمه قاعدة تشوف فيه من تالي وتنهد تنهيدة وقالت ايه يا حسرة يا وليدي هذيك شجرة العائلة. ما هو يا وليدي شجرة بالضبط كيف العائلة، أم وأبوه وأولاد، والأشجار تفرح برشا كي يتكاثروا ويجيبوا أشجار أخرى صغر ونات. الشجرة يا وليدي هي الدنيا، هي العمر وهي النسمة، وكان مش الشجرة لا نعرف ولا خضرة ولا غلة، وكان مش الشجرة وظلها رانا تحرقنا بسخانة الشمس، وكان مش الشجرة ما نتنفسوش هوا نظيف. وين تلقى طارق عاد بعد الكلام هذا الكل وبعد ما ندور كلام أمه في مخه مليح قرر باش يخلط على اخواته واصحابه باش يغرس شجرته معاهم. وقال لامه ويني شجرتي يا امي الغاليه؟ وتوا على كلامك يا امي شجرتي باش تولي ام؟ ضحكت امه وقالت اولا شجرتك هيك تحت الحوض تستنى فيك، ثانيا الشجره متاعك بعد ما تغرسها يا وليدي عمال تكبر انت تكبر هي معاك، كتولي انت بو هي تولي ام الاشجار اخرى صغر ونات، وانت عاد تبدا تتفوخر قدام اولادك خاطر انت اللي غرستها وتلهيت بها. وخرجوا الاثنين وهما فرحانين وزاهين ويتغناو بالشجرة وفوايدها الكبيرة. وحكايتنا طابة والعام الجاي تجينا الصعبة.